أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما قد استهل رمضان المعظم اللهم إن حبيبي وخليلي شهر رمضان قد استهل علي يوم الاثنين عام 15 و300 وألف ورحبت به وسلمت عليه بهذه القصيدة فتقبلها مني وبارك لي فيها واجعلها فوق ظني في الدارين اللهم رب رمضان سلم لي رمضان وسلمني لرمضان وسلمه مني وسلمني منه واجعله متقبلا يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد لا زلت ضيفا كريما زائرا أبدا مكرما بقرى الطاعات والسدد معظما عند رب لا شريك له وعند أهل التقى والعلم والرشد لا زلت ماحي أوزار وقاضي أوطار وطارد أخيار من الخلد وصافدا كل شيطان بما معه ومتحفا لذوي الإحسان بالسفد ومذهبا كل أحزان نضيق بها في الدهر أفئدة يا مذهب النكد وزائدا كل عام ما نفوز به من جود مغن كريم نافع الزيد يا شهر رب كريم فيك جاد لنا بليلة القدر ذات الفضل والرغد إني أحبك حب الذات ذا طلب من مالكي فيك إسعادا بلا أود ذا توبة فيك أيضا ماضيا أبدا بالذكر والشكر والقرآن للأحد إليه قد تبت في شعبان حر رجب مجددا فيك فاشهد لي بترتدد لاشهد بأخذي كتاب الله فيك هنا إلى ارتحالي يوم السبت والأحد واشهد بحبي كحب الذات يا أملي وكن حبيبي يوم الهول والكمد إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش فأهلا وترحيبا بلا عدد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واجعل هذا اليوم يوم مضي بما تحب وترضى أبدا بلا التفات وتقبل مني الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم يا مكرم الضيف جارا كان أو زارا يا ماحيا عن خديم قبل أو زارا ناداك في البر بعد البحر خادمكم واليوم قلت له بالله ما اختارا أكرمته بقراء أمن وتكرمة فحاز عن جملة الأسواء أستارا خليته عن سوى الرضوان قبل كما حليته بمنى الدارين مبرارا بك انتهى سيره لله مرتديا عنكم وقد حاز أنوارا وأسرارا أمنته من شقاء فائزا أبدا خلا وحبا لكم لا يدخل النار نال المنى مع صفا ما بعده كدر من مشتر منه عند البحر دينارا منه اشترى الله كحيث انتحت أبدا كما له قاد ما يهواه أوطارا ولا اللعين بيأس منه منصرفا وكل ما فيه ضر دب أوطارا لغيره ينتحي إبليس في أبد كفاه ربك تخمينا وأكدارا أنت النبي الرسول المصطفى علما صلى عليك الذي التفضيل قد دارا إني لجارك يا خير الورى أبدا عليك سلم من كل له صارا صلى وسلم باق لا شريك له عليك يا من به لي قدت أنصارا
لي قط مطلبتي قضيت لي أربي محوت عني قبل اليوم أوزارا بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو لسان شكري من بعد ذكري بغير مكري لذي الألاء إلى السلام أفضي كلامي بلا ملام ولا قلاء أفضي لساني مع الحسان لمن كساني ثوب اعتلائي لقد بدا لي كون الهدى لي بلا جدال ذوي العواء الله ربي قد زاد حبي له وعبي مع ارتوائي هو الكريم به أروم ما لا يريم بعد احتوائي أشكى اشتكائي بعد اتكائي بلا بكاء ولا دواء له ثنائي عند عنائي بلا انسناء إلى مرائي له نحوت وما جفوت وما صبوت إلى مرائي أفنى فتوني معطي المتون مع المتون بلا جراء هدى المريدا نفى المريدا نعم الفريدا ينمي سرائي وجهت شكري لمعطي ذكري من غير مكر على الألاء كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف متوجه إلى ما اختير له أن يتوجه إليه بلا انصراف عنه إلى عكسه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من أحييت إليه سورتي الفلق والناس سيدنا ومولانا مطهر الأدناس محمد وآله وصحبه والتابعين ما شرقت إلى غيره وإلى خير ما يسوءني أو يغرني كل حاسد وكل لعين وتقبل يا من لا إله إلا هو لمن وجوده تلازم القدم كليتي سرا وجهرا بالقدم أعطيت ذا البقاء والمخالفة كليتي به بلا مخالفة إلى الذي القيام بالنفس وجب له حياتي وأحباني بالعجب لمن كفاني كل ضر وهدى به الصفات كلها والوحدة إلى الذي القدرة والإرادة له انتحاء طالبا مرادا إلى الذي القدرة والإرادة له انتحاء طالبا مرادا هو الذي العلم له مع الحياة وبحياته يصفي لي حياة السمع والبصر والكلام لباسط بهم محل ملام لي قادر مريد عالم حي سميع لم يفقده ظالم لبا وتوفيقا وعلم بصير ومتكلم بأنه النسير إليه أبدادته لا تنحو والخلق والترك أجس لا ينحو هداه لي بان بحب خير من مدى ومن ياتي ومن في ذا الزمن وجود من قدم خير مرسل يفهم منكرا بقهر المرسل مني هذه الأبيات وتقبلها من الصالحات الناميات آمين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعان وجهت وجهي اليوم بالدعاء لله ربي وبالثناء الحمد لله الذي جذبني إلى عبادة له في العلن ذلك محض فضله يؤتيه من يشاء من عباده كل زمن ذلك محض فضله يرتيه من يشاء من عباده كل زمن
ذلك محض فضله يرضيه من يساء من عباده كل زمن سألته بالمصطفى له سلام منه مع السلام تسمى الهدى سألته بالمصطفى له سلام منه مع السلام تشمل الهدى أن يغفر اليوم جميع ذنبي وأن يرم قالبي وقلبي لك السماء والأرض يا رب الورى ولك ما بينهما بلا امتراء كن واهبا خيرهما لي واكفيا شرهما عني أجب يا ربي حن ترد الشيطان في ذا اليوم وكل ما يجرني للوم بجاه أفضل الورى محمد ولترنيه ها هنا في وغدي أوصل إليه كل ما لفظت من جملة الصلاة أو كتبت دعوت كوني محد عبد الله ومحد خادم رسول الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هب لي المنى عن ادفع الشقاء واستدرجا والمكر والغرور واقض الجاه عن ادفع الشقاء واستدراجا والمكر والغرور وقض الحاجة نزع سريعا ظاهري وباطني من كل عيب بارزي وكامني نبهتني في أنني منذ دهور قد كنت في سفاحة وفي غرور يا رب كن بالمصطفى مقيسي جلي بالقرآن والحديث فجرينا بها علوب نافعة في أرض قلبي للعيوب دافعا املأ فؤادي هدى وورعا حتى أكون ذات قم متبعا املأ فؤادي هدى وورعا حتى أكون ذات قم متبعا نزهني اليوم عن الغرور والشك والغفول والسبور نزهني اليوم عن ابتداء في السر والجهر بجاه الداعي قلب جميع ما بقى من عمري لما تحب واحمني عن غرري رب بجاه المصطفى حبل اصطفاء من كدر ثم به حبلي وفاء يقودني الرجاء إلى الدعاء فلا تكن مخيبا له تفضلا بك اعتصمت اليوم واكتفيت بك فهب لي فوق ما رجوت أجب دعائي بقدرك الحزيم ولا تواخذني بكوني مليم جئتك غمرا مذنبا كسولا ذا توبة لك فهب لي السولا يا من يجيب دعوة الداعي إذا دعاك لي أجب وكن لي منقذا بجاه من سميته مجابا له صلاة تشمل الأنجابا دعوتك الحسنى مع الزيادة والاستقامة مع السعادة حن اصرف الأخيار والرذائل واجلب الأنوار والفضائل وجهني اليوم إلى الكتاب وللحديث ثم للصواب تبت إليك اليوم توبة نسوح فليجد بجاه ذي الفتح الفتوح أجب وصليا عليه وعلى آل وصحب من معه من تلا أجب وصليا عليه وعلى آل وصحب معه ومن تلا لهب وداد العالمين أجمعين بجاهه له الصلاة كل حين دعوتك العصمة من فم ومن عين ومن جملة ضر قريع اجعل حجابك الذي لا يخطر ببال شخص هتكه إذ يستر علي في الدارين واجلب لي أبد حسنا ورحمة وفوزا ورشد يسر لي الصعاب في الدارين بالمصطفى والتقني النارين اجعلني اليوم بجاه المنتقى عبدا خديما ذا قبول وانتفى ذلك ليس بعزيز يا جليل عليك هبه لي بحرمة الخليل أحمد خير العالمين واجذب له صلاة بسلام طيب دعوتك اليوم به استقامة والبعد من مكر ومن ملامة
علي من برب بالعلوم والفوز بالعمل بالمعلوم أجب وصليا عليه بالسلام في آله مع صحابه الكرام نجيت كل من إليك يلتجي فنجني وليجد بالفرج نجيت كل من إليك يلتجي فنجني وليجد بالفرج يسر عبادة وخدمة ليا وصليا على النبي يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كما حقق الرجاء بقوله لعلكم تفلحون لله قد فوت أمري مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا علي من ببقاء والصحاح وقاد لي كتابه مع الصحاح لوجهه الكريم زحزح الكدر إلى سواي وصفى لي القدر لم ينحني ضر ولا أدناس وليس ينحو جهة الخناس كتاب ذي الجلال والإكرام خالتني وقاد لي مرامي مد لي القل غنى عن غيره وكان لي الحب بأعلى خيره ترسي عن الغضب والضلال رضا عليم الباسط الحلال فرحت سيد الورى بقطي وإنه لي رضا ذو مطي لم يخف كون هذه القصيدة حقيقة تعطي الفتى مقصودة هوت منافع السنين والشهور خالصة لوجه مالك الدهور واجهني الجميل في دنياي ببشر مقلدا سنياي ناجيت رب العالمين مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا في كل يوم وفي أسبوع وفي كل شهر وفي كل عام واجعل هذه القصيدة صارفة ضرر نار الدنيا إلى غير ذاتي وإلى خير ما اختاره الله لي وعزمني من الرؤية نار الآخرة أبدا بفضله وجوده وكرمه والله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ونصر عليه بركات قوله لعلكم تفلحون لقد تبين لكل من حقل فوزي بما ينير قلب من نقل حببت من فيود من لم يلد وليس مولودا فنار خلدي لم ينحك الكر افتراء وظلم والله ساخ لسواي من ظلم لا ينتهي لجهات الدال ولا الذين بالفساد جالوا لا ينتهي لجهات الدجال ولا الذين بالفساد جالوا لا ينتهي لجهات الدجال ولا الذين بالفساد جالوا كرمني الكريم والمكرم بما لخير تحت العرمرم كرمني الكريم والمكرم بما لخير تحت العرمرم مد لي الواسع عند الواسعات الباقيات الصالحين الساطعات ترسي عن الظلم عند الظلمات حفظ الذي ساخ لغير الصدمات فرد لي العلوم عند الجاهلين وفزت بالثواب عند الظاهلين لقد تبين لدى الفجار فوزي بفيد حكيم جاري حكمة ذي الجلال والإكرام لي جسبت مواهب الكرام واجه أعداء الجليل بانتقام وغاد للجميل أرفع مقام نويت شكر من هدى بي من حقل منذ عدوي عن جنابي عقل نويت شكر من هدى بي من حقل منذ عدوي عن جنابي عقل في كل عام وفي كل شهر وفي كل أسبوع وفي كل يوم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واجعل هذه الأبيات التي امتصلت بها قولك واذكروا الله في أيام معدودات
من أفضل الأذكار عندك وتقبلها مني وبارك لي فيها واجعلها يا كريم يا شكور فوق ظني في الدنيا والآخرة آمين بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوق إلى الله. وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوق إلى الله. الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله. ذكري وشكري وردواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله. كلي له جل في سر وفي علن ولست أسأل غير النافع الله. رباني النافع الوهاب أشكره ما دمت حيا بقول الحمد لله. وقاني الدر تكريما ووجه لي نفعا بلا سبب فالشكر لله. الله أكبر من عقدي ومن عملي ومن مقالي فكلي صار لله. الله أكبر مما كنت أطلبه ومنه أطلب كون العبد لله. له الوجود الذي قد زانه قدم مع البقاء وغير الله لله. له البرايا له أفعالهم وله ما اختار في أبد فالأمر لله. هو الكريم الذي أرجو إغاثته وكونه لي مرجوي لدى الله. فوزي غدا كونه لي سرمدا وله أمري أفوض بالمختار والله. يدي وقلبي له قلا له أبدا ذا قمة لرسول الله بالله. أزكى صلاة بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب من الله. يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله. يا رب صل بتسليم على وزري من اكتفيت به في طاعة الله. أعني محمدا المختار من مدر بالآل والصحب حزب المالك الله. أعني محمدا المختار من مدر بالآل والصحب حزب المالك الله. محمد جنتي عن الحساب غدا وجنتي في جنان الواسع الله. ملكني العام ما فاق المنى كرما يا مغنيا كل مضطر إلى الله. عليه صل وسلم وتتم به قصدي وسقلي ما أرجو من الله. دعوتك اليوم في الأيام مرتجيا ثواب من حج بيت الراسق الله. وجه لي العام يا مغني بلا كلف كسفا وطيا وتوفيقا من الله. ديني كتابك علمنيه يا صمدي بالكسف والفيض ذا فهم عن الله. اجعله لي أبدا نورا أحوز به الصفو والقرب والبشرى لدى الله. تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تكون بها قصائد حوائجي كلها في هذا العام قضاء يفوق ظني وظن غيره مع السلامة والعافية والاستقامة والتوسعة والسعادة وكوني لي راض عني بجودك وكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه قولك واذكروا الله في أيام معدودات سيدنا محمد وآله وصحبه كما جعلت هذه الأبيات المأخوذة من الأبيات التي قيلت قبلها يا شكور. وجهت كل ذا قرب من الله حلا وحبا وذا شوق إلى الله. الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله. ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله. كلي لربي في سر وفي علن ولست أسأل غير النافع الله.
رضيت عن نافع باق وأشكره إلى الجنان بقول الحمد لله وقاني الدر تكريما ووجه لي نفعا بلا كلف فالشكر لله الله أكبر من عقدي ومن عملي ومن مقالي فكلي طاب في الله الله أصحب ما يدعو أذى لسوى ما اختير لي عند رب الأكرم الله له الوجود الذي قد زانه قدم مع البقاء وغير الله لله له شكوري وحمدي راديا وله كليتي سرمدا فالخلق لله هو الكريم الذي انقاد دون عنا ما اختير لي عنده فالأمر لله فازت قلامي بذكر الله مذ زمن وفاز كلي في الدارين والله يقود لله في الدارين مرتديا عني مرادي قود الباسط الله أفنى قلاتي بلا توجيههم أبدا إلى جهاتي ذا أجر لدى الله يدي وقلبي له عبدا له بردا ذا خدمة لرسول الله بالله يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى لدى الله أزكى صلاة بتسليم بلا عدد على النبي رسول العبد لله محمد خير من غابوا ومن حضروا والآل والصحب حزب المالك الله مددت لله رب العالمين يدي ومد لي منه فضل الواسع الله عن مالك نافع بر رديت بلا سقط وعن قائد لله بالله دعا لسكر وشكر جستي كرم ممن به سار كلي طاعة الله وجهت كلي لمن يغني بلا سبب عن الأسى راديا عن سلور الله ديني إلى الجنة الإسلام وهو على دينا سواه وذا نص من الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أصبحت أشهدك في آخر يوم من أيام منن عام 15 بعد 300 من هجرته صلى الله تعالى عليه وسلم أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تجعل بها حروفا واذكروا الله في أيام معدودات في هذا اليوم وفي كل يوم بعده وفي هذا العام في كل عام بعده هدى ونورا وشفاء وسعادة وتوسعة وبشارة في الدنيا والآخرة وسادا لي عاجلا وآجلا إلى دار السلام وطوبى وأمانا لي فيهما من كل ما يسوءني آمين ودادي وشكري في اغترابي ومحفلي لمغن قضى للحاجة في أرض بافلي إله له بر وبحر ومشرق كذا مغرب من لم يوحده يعضلي إله له بر وبحر ومشرق كذا مغرب من لم يوحده يعضلي ذكرت كريما أرتجي أن يجود لي بما فاق صني في مزيري ومنزلي كفاني الأذى فضلا ولي قاد منيتي وأرجو فلاحي بالكتاب المنصل رجوت فراقي سرمدا جملة العدا
بترتيلي عن كل سوء بمعضلي وخاني به المولى تعالى بعفسه فصرت له عبدا به ذا توكل أخاطبه ذكرا وشكرا مسبحا وإني له عبد وقد تاب كالكلي إلهي بالماحمه عني معائبي وطيب لباسي مع سرابي ومأكلي لك الشكر يا وهاب قد سقت للمنى فببشر الإغوان والعمر طول لك الشكر يا قهار نصرا يروض لي ذوي الكفر والإسراك والكل حولي لك الشكر يا قهار نصرا يروض لي ذوي الكفر والإشراك والكل حولي أهديت الذي قد كاد يرديه قيه فقده سعيدا بالهدى ساتحولي فسوقي وعصياني وكبري محوتها فجد لي بكوني بالعلا ذا تكملي يقيني جميع الضر كون الإله لي فكن لي دواما ولتسدني وكملي إليك استكائي أنت ربي وخائدي فذق للمنى وانصر جنابي وفضلي يقود جناني مع لساني لسكركم دواما بمدح المصطفى ست تفضلي يد جاءني منكم فصل وسلما عليه مع الأصراف والنصر عجلي إلهي بجاه المصطفى وبآله وأصحابه سقل المنى في تعجلي مرادي لا يخفى عليك فجد به بلا كلفة مني وبالتف ووصلي اللهم إني ناجيتك عام هيسس بهذا فوهبت لي توفيق بي عام سيسس فقلت مرادي قد ملكت يا خير مالك فليجد بكسر في الكتاب المفصل مرادي قد ملكت يا غير مالك فليجد بكسر في الكتاب المفصل على المصطفى والآل والصحب صليا وسلم وفي اليوم ما اخترت حصلي دعائي استجب نصما ونصا بجاهه وكف العدا عني وجد لي ونفلي وثقت بك اللهم مستغنيا بكم مع المصطفى والصحب أهل التنفل دعائي استجب يا غير مغن لشاكر فأنت الذي من يستفد منك تنفلي إلهي بجاه المصطفى كون المنى لي اليوم واجعلني سرورا لمحفلي تبارك رب لي قد الحاجة وحده فقيرا قريبا عند قلوى وبأفلي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تسهد لي بها يوم اللعد يا أحد الموفي العشرين في سفر عام 16 و300 وألف من هجرة من هاجرت إليك وإليه صلى الله تعالى عليه وسلم بأني راد عنك ردا يفوق رداي عنك في أيام منن التي سوت فيها هذه القصيدة وبيتها في سفر راجيا منك أن تصلح بها ما مدى بالمحو والتبديل والغفران وما بقى بالتوفيق والنصر والعصمة آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المؤمنين وجهت للباقي العلي كليتي بالحمد والشكر ويعلي نيتي بركتي بركة الباقي الحبيب ولا ألاقي ما يودي لطبيب شهد لله بأني العبد وكوني العبد الحبيب يبدو
شهد لي الباقي بأني القديم وخدمتي للمنتهى بشر يدوم رفعني الرافع رفعا دائما مع المنى ولا يزال دائما أجابني القريب والمجيب وأبدا يصل لي عجيب للمصطفى وجهت مدحا بشرا كليتي وليديم البشرى ملكني الباغي الذي ليس يموت ومن أراد خير رضواني يميت وجهت كلي إلى الباغي القديم وإني العبد المقدم القديم وجهت كلي إلى الباغي الخديم وإني العبد المقدم الخديم محمد صلى عليه الله مسلما بكل من والاه نفى الأذى لمن خلاني وحذد كما اشترى به مبيعا ما كذب يسر لي الباقي الصعاب طرا ولا أكون أبدا مضطرا نفعنا الله عن كليتي وكف عال الصالحين نيتي والله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما وهب لي قوله وعلمه مما يشاء لا ريب فيه والسعي الواسع في الدارين كما أماني عن النارين علمني العليم تعليما عجز عنه سواه ولي الوعد نجس لقنني تلقين هاد استحال عليه جال مغنيا عن التحال لقيني لقاء من شاء فعل بلا إماتة وما رمت فعل مد لقلب الشهد في غير ثواب ومد في الدارين لي غير صواب أحدم ما بناه كل من قصد مدرتي وسانني عمن رصد ملكني نفسي ولم يسلطا علي سيئا ليودي قلطا مددت في البحور لله يدي بقدمة المصفع المؤيد إلي قاد الله منه أجرا بلا عساب وكفاني الحجرا يقود للعلم بلا تعلم وثان جثتي عن التألم سكرت ربي لدى تقربي شكرا بي لغاد خير القرب إليه قدت أرفع التوحيد عند سوي التثليث والجحود إليه قدت أرفع التوحيد عند ذوي التثليث والجحود آتاني القرآن من لدنه كما حداني ورديت عنه لم ينس كن لدى من افترى لم ينحني سكن لدى من افترى وما نحى لجهتي من افتراء إلي قاد مالكي خير القرى بلا مسير للبلاد والخرى رديت عنه وارتدى أعراضي ويخلق العادة في أغرادي يشكر البدن بالأنفاس بغير لغو وبلا عفاس بارك لي في العقد والنيات والقول والفعل مع الآيات فرحت أفضل الورى تفريحا وخاد لي قدمته تسريحا يقود للجناس خير الناس مع اللزوم الطارد القناس هرب متعبي في الدارين إلى الندامة وللعارين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه
وهب لي ما اختير لي في هذه الأمة بلا شيء يسوءني أو يضرني في شيء ما أبدا إنك أنت الوهاب وتقبل مني هذه الأبيات بقدر عظمة ذاتك الحي القيوم أذهب عني اللعين الله فقلت لا إله إلا الله أذهب عني اللعين الله فقلت لا إله إلا الله له خطابي وكفاني اللعين لك شكوري يا عبيث يا معين عبيث سدني عزمة وحفصا وهب لي المعنى وهب لي اللفظ يا حي يا قيوم صحصح اللعين عن التوجه إلي للتعين يقيني اليقين إمزاك الأياد لم ترده لي إنك المعطي الأياد أذهبت عني اللعين سرمدا بجاه أفضل البرايا أحمدا أذهبت عني اللعين سرمدا بجاه أفضل البرايا أحمدا لي لا توجه ما يكون مفسدا لوجهك الكريم أبقي الجسدا لي لا توجه ما يكون مفسدا لوجهك الكريم أبقي الجسدا قلبي وروحي أبقي أنت الباقي لك إلهي سبعك الطباق يا حي يا قيوم كف كل ما يزوء عن توجه لي مسلما يا حي يا قيوم يا من أبخى كليتي ولي وهبت سبخا وجهت لي أزمان ما قد بعت وكل ما لم ترد لي قطعت محوت ضري أبدا يا الله يا حي يا قيوم أنت الله بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم أبدأ بتالي في إلهي العدا وكل من رام هداه بهدى لوجه الكريم خادا مددا لي وتوالي في تبين السددا لوجه الكريم خاد المددا لي وتوالي في تبين السددا حست الذي لي يصفي البلدا وموضعي ولي يصفي الخلدا يقي مريد الله من تمردا وكل من لم ينو نفعي ترضا يعي مريدي حيث تالي في بدا إن شاء ربي ما يكف الكبدا أنفي سياتين بربي سرمدا عن قصد ما لاختير نفيا مكمدا لي ليس ينحو من بدر رسدا بل لسواي ينتحي إن خسدا خد سنا إلى سواي أبدا بالسوء والدرر من لم يعبدا ينخاد لي من لا يجر كبدا لي بالذي قبل كفاني السبدا ينخاد لي ما لي يديم الرقدا وطيب اليوم العليل وقدا وجه لي باق كفاني المفسدا خير سرور ليصفي الجسدا محمد ليهداه مهدا ومن هداه الله خيره هدى اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل هذه الأبيات بقدر عظمة ذاتك من قائلها واجعلها من مقدمات الجنة التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين الحي القيوم الله كوني سرور المنتقى شاء ولا يوجه لي ما ساء إن شاء للمنتقى قدت مطعا قد مها درري
بإذن من قاد لي أمنا وإن شاء حبي وقلي دواما لا يوجه لي خير الأحباء وقت لي بالرداباء يقود لله بالمختار منه منا بها أبشر في الدارين آباء يقود للمنتقى بالله منه منا ليست تلاقي أذى لم تحوي إنها أثني على خير باق إن أمد يدي له يعبني بعبدي آمنا أثني على خير باق إن أمد يدي لا يجبني بعبدي آمنا أثني على خير باق إن أمد يدي لا يجبني بعبدي آمنا للنور وجهت مضى قد يوصل لي ما لا ينال بليق ما أوراء خادمت داحي رسول الله لي أملي وخاد لي منه مالي قاد حورا يدي وقلبي وروحي لاذمت بدني وخادني الله تصحيحا وإبقاء يمن المصفى صفى لي البقاء بردا ولا يوجه لي ما سإسقاء وجهي إلى الله بالمختار وجهي إلى الله بالمختار متجه وما طلبت به من مالك جاء وجهي إلى الله بالمختار متجه وما طلبت به من مالك جاء محمد صلوات الله في أبد عليه في حزبه لقاد حوجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تأخذه سنة ولا نوم لبان كون سنة ونومي إلى سوى باغ يطيب نومي لبان كون سنة ونومي إلى سوى باغ يطيب نومي إلى سوى باغ يطيب أكلي توجه الأكل كنحو أكلي تسليم من ليس يموت أبدا على الذي ليس يريني كمدا إلى سوى الله انتهى السراب وللعلي لا يقصد الخراب خير جميع العالمين أحمد خدمه على البرايا الصمد ذلك مدح قاله القديم سكل الذي مدحه معدوم هدي النبي المجتبى القديم سير من أخرجه معدوما هدي النبي المجتبى القديم سير من أخرجه معدوما سلام باق لا يسال سرمدا على سجاع قد كفاني الكمدا نبينا بحر الندى ليس العدا أرض الذي أخرجني عين عدا هدم سيد الورى بنا أمن أخرجني وليزقر السمن تسليم واد قد هداني الصراط المستقيم في السحاب زنقرات وجهت بعد صلاته إلى من لا يزال منه خير وإلى للمصطفى وجهت مدعا أبدا يبغى سرورا وسروري أبدا إلى النبي وجهت مدعا أردا إلى النبي وجهت مدحا أردا خذلا ولي يقود سؤلي سردا نبينا أحمد لن يجارى محل عيوب صحصح الفجارا وجهت للمختار أمداحا تدور
النور وخدمتي للمصطفى تصفي الصدور محمد صلى عليه الله في حسبه ليأبدت علاه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أول يا آخر يا ساهر يا باطن صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وحل بين أحبائك وبين خيرهم بقولك فبهت الذي كفر فزنا بأن الله جل وعلا قاد لنا الإسلام مفتاح العلا بركة الإسلام تحمي المسلما عما يجر ضررا وألما هدى الإله ربنا هو الهدى ومن يمل له يعص خير هدى تعب من دان به يسول بمحو من منه أتى تنسيل إكرام ذي الجلال والإكرام يقود ذا الإسلام للمرام لكل من آمن ذا إسلام ومحسنا بعد من الملام لجنة الله يقود المسلما إسلامه له إليها ذلما سكر ربنا تعالى أن إسلام الدين لديه منا ذكر ربنا تعالى أن إسلامه الدين لديه منا يقي الذي آمن مسلما ومن أحسن ربنا الفرا كل زمن كتاب ربنا حوى المرادا دنيا وأخرى وحوى المرادا كتاب ربنا حوى المرادا دنيا وأخرى وحوى المرادا فلاح من آمن مسلما ومن أحسن فوز قد يقلد الأمن رد إله الخلق جل وعلا لغيرنا إدلال من أبى العلا حيلولة الخائل لكم دينكم ولي دين في كل سنة وفي كل شهر بلا معاداة ولا مناسعة وبلا شيء يسوءنا أو يضرنا في شيء ما أبدا آمين وهب لنا سم هذه العروف يضرنا في شيء ما أبدا آمين وهب لنا سم هذه العروف ما لا يعلمه إلا أنت من المعروف في الحال والمآل آمين يا رب العالمين أعلم أن الله على كل شيء قدير اجعل علومي لي رب نافعا ولسواي بدوام العافية اجعل علومي لي رب نافعا ولسواي بدوام العافية علي من بانسلاق من عيوب نفسي بلا عود لها وبالخيوب لكتب سلامة من المعاصي وسرمدا لي كل عاسي من علي ربي بالإطلاق وبصرني لدى الطلاق اجعل حياتي ومماتي فرحا لي وبي خير البرايا فرحا اجعل حياتي ومماتي فرحا لي وبي خير البرايا فرحا اجعل حياتي ومماتي فرحا لي وبي خير البرايا فرحا نصف مكاتبي وبلغ له وزد بلا نهاية إجلاله نصف مكاتبي ودم الكل يا خير رافع سكور جلا إلى مساع السابقين الأولين وبهم اجعلني من المفضلين لهبهم ما لا ينال سرمدا سوى الذين بايعوا محمدا لو اكتب الصلاة والسلام بهم كما بهم جل الظلام
هب لي به وبهم الآمال واكتب بهم للقرب والكمال عليه صل ولتسلم بهم وامن علي بصفا حبهم لي هفنا أنفيك بالمختار والي وصحبه الأستار أنت الذي مطيت قل لأمر كن يكن فكون لي ما لي لم يكن كون لي اليوم بكن كن يا خديم ولي حبي سعادة تدوم لحبي كوني سا صلاح في السر والعلن والفلاح لحبي ما فاق ظني سائرا وباتنا عبدا قديما طاهرا ذكرتك اللهم أنت الأكرم والنافع الكريم والمكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ وسلام سميا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ وسلام سميا آويتني حفظتني سلمتني أغنيتني وسعت لي كرمتني قلبي وأوصالي معا وضيع لك فزدني مننا بديع دعائي يستجب بحرمة الأمين وآله وصحب رب العالمين يسر به وبهم أموري يا مولي التحكيم والتأمير ربي عليه صل ولتسلم بهم وبصر بي كل مسلم ربي عليه صل ولتسلم بهم وبصر بي كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مع سلام لي يوسل الصلاح مخلدا لي الرباح والفلاح مع سلام لي يوسل الصلاح مقلدا لي الرباح والفلاح على الذي خدمته قد صرفت لغيري العدا معا فانصرفت إلى سوى الدري والإفسادا والمكر والقرور والحسادا سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمال وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رحاية القرآن سل آياتي وبسر كل مؤمن ومسلم ومحسن محسومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت السهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا سل صلاة تمنع الرجوها لخير ما يرضيك لي والجوها لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا موسل على الذي لك توجهت سنين به وقدت للعلال والفنون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليقد سكر علما بدحا وأجر نفع تاردا من خدعا وارفع مكاتبي يا سكور يا خير من ناحى له سكور سرحت بانيا بناء الذكر وجه المكوس لك غير السكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبهتني تنبيه ساكن عليم باخل لديه النفع قدت للعلوم نبهتني تنبيه ذاكر عليم باخل لديه النفع قدت للعلوم مع سلام ينير بالي في العالي يا منير واستقبالي على الذي صحصح عني الداء وصحصح السيطان والأعداء على الذي صحصح عني الداء وصحصح السيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في العالي والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأعوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم خلوني ولتخلد للعليم
واجعل فيود كالكلي منيرا خلو حسبك وأستح نورا واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع عقائدي وقولي والحمل مصححات لك واجسب للأمل واجعل حياتي يا جميل الجنة حن الأسى لي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أسمان ما عني بي بلا إخالة بمفخر ربيع لك سكوري بعد عمد خالدي حنكس أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راديين عني وليكن بكرم ومني وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمال وسل أفضل سلام أبدا حني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمصطفى يا مغنيا عن حاسد ومدفعي صل صلاة عن هداك تغني وحمنا هيك معا يا مغني يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا وسر لي الدهر بأني منصرف عن العدا لك وأني محترف وسر لي الدهر بأني منصرف عن العدا لك وأني معترف بالسكر والذكر بلا كفران يا محتي الدار مع الجيران مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي صل صلاة تخلد الحطايا مباركات تمنح القضايا من التوجه إلي صرمدا حل النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وارفح لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبشير سميا صل صلاة تخلد الصلاح لي للجنان تثبت الفلاح على الذي تسره أقلامي بلا قرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يسرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى سوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباع وخاد لي خير برور ورباع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مخري وممري والديور لي سواهد بأفضل قيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما ساءني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتعا يا من عمى كليتي عن السخاء وأهله وكل مفد لسخاء يا من عمى كليتي عن السخاء وأهله وكل مفد لسخاء صل صلاة للمنى تصحح يا خير صاف إنك المصحح مع سلام يصرف الأخيار لخير قلبي يكسب الأخيار إلى محبتي بلا إدغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي خدمته لي طيبت موادني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمآل وهب لي الأمان في كل لياد واجعل حياتي به خير آيات واجعل مدادي وخلامي واللسان داعية لسي الجمال بعيسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بسلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي مع قلام خادها ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمآل واكتب لي اليوم علاوة تدوم في كل ما اخترت يا باخي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة عمري تسون عن اللغى يا من له تحسين مع سلام يسله الأوسالا ينير للخدو والآزالا على الذي قد صحصح الأعداء لخير ساتي وأزال الداء
سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمال واجعل به يا مالك أعرادي صفى الهيوب وصف الأمراض واجعل به يا مالك أعرادي صفى الهيوب وصف الأمراض أحمد مغنيا تعالى عنتنا وكان لي بكل سهر وسنة أحمد مغنيا تعالى عنتنا وكان لي بكل سهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس اللائقة مع سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك معه المرام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واكتب له اليوم بصارات الكريم لديك يا باقي مسيد لا يرم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارع على الذي أعطيته مدادي مصمن ما صفى ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ومن مدادي خذ له ما ساء يا من له أوجه الإنساء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك خائرة على الذي أعطيته أخلامي مزمن بعافية الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن خلامي خذ له تبصيرا يا من لنا أرسلته بصيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برداك زائرة على الذي أعطيته أخلامي بخدم دمت إلى أوداسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ومن خراتيس له خذ الخرد يا من كفاني عداك والمرد يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراد باقية على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي من فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وخذ له من قدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مسكية كل سكاء مع سلام مرية على الذي أرديته سنينا مجاهدا مغتربا سنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وخذ له من قدمي ما سرا يا من كفاني من وسع واخترا واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاره واصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم واجعل جواري أوتان هداك إلى الجنان سالمات من عداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رداك لعداك خالبة على الذي جعلني لديه كسابه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وخذ له من عمري فوق المنى وعندك اجعلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة شاملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يزال ناميا مما يضرني جهاد حاميا على خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك وآله وصحبه والتجعلي جميع خدمتي ردا تنجعلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ساد خير خامعة مع سلام نوره لا ينختم على الذي به أزايا منختم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوما يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبينك درات جائلة مع سلام جالب لما أحب مسعسعا لخيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل والصحب وهم أحمدا يا ربنا صل صلاة سائبة بكل در مع سلام زائبة
لنا سعادة ورفعا وسعة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي به تقود للغرض بلا عيدا ولا أسا ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا ربنا يا من تعالى عنتنا عني أسل كل سهر وسنة مع سلامك على المصفع من قال لي مخجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واكتب له في كل ما مني صدر من خدم علاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادتي لك تصفي ميرا واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادتي لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بصارات تقدم الخديم وارفع لعرسك وللكرسي نسمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من خير حمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب له يا رب من يوم الأحد أهلا بصارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مسا ياقوتا له وصينا يصدري ياقوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محل عناء والملام وخادني إليك يا رب بك وخدني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب في الإثنين فوق المنى والحاج من منين بخير آفة وخير قدر يا من كفاني قدرات الخدر يا ربنا صل صلاة دارية كل المفاسد تصول تارية إلى سوانا قبل أن تنتهيا يا من لديه درري قد محيا مع سلام عمري يسلم من كل ما به تجيه الظلم على النبي والرسول أحمدا والآل والصحب وخط أحمدا واجعله في كلها عبادة يا من له العباد والعبادة وهب لخير الخلق في خط البصر يا خالقا جعلته خير البصر وجد له يا رب في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لخير يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نصيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرا نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له ربي بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومسبعا ما فيه كل ملك وبصر يخبطه من سير وبصر واجعل حروفي له لذات بلا نهاية بقدر الساعة يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين صافية مع سلام سارف مفاسدا لخيرنا وسخوة وفاسدا على الذي بصره مدادي وخلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وفي الخميس هبله فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تذهب من قصد الدر معا فتذهب إلى سواي سرمدا ما سلام لخيرنا يسب من بهم سلام على الذي وجع جند الله الخالبين لسوي الملاهي وسعصموا لخيرنا الكفارا كما مع الإخراج والأسفارا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأحداث تنددا يدوم يصرفهم لخير عبدك الخديم وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام ليقول سبقا على الذي وهب للكتابا
ولي لا يوجه العتابا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة سليت عليه واكتب له بها بسارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد واكتب له بها بسارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من هداك سندا أزكى صلاة بسلام لي تجود بالاستغامة وتقليل الهجود في الآل والأصحاب والأتباع وسادني علما مع اتباع. يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا صلى عليك من تعالى وعلى أزكى صلاة بسلام لا عدد لا تذوق لي دائما مدد في الآل والصحب وكف ما هذر عني وجاد لي إليك بالنظر. يا سيدي يا منتقى يا ذا الهدى صلى عليك من سألته هدى أزكى صلاة لتذوق كل ما لو استعيت سرمدا مسلما مع سلام بجميع الآل وصحبه الدرر والآل. يا سيدي يا مقتفى يا من سرى صلى عليك من دعاك للسرى أذكى صلاة لتجود بالصبر بأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الآل والصحب من خدا لهم مآلي. يا سيدي يا خير مرسل إلى غلق إله العالمين ذي الإله زل وسلم عليك أبدا بالآل والصحب ومن تعبدا أذكى صلاة منه جل بالسلام تضيب لي طوبى مع دار السلام صلى وسلم عليك بالجميع آلك والأصحاب ربك السميع أزكى صلاة لتجود بهداك مع سلام ليسقن عداك. يا غير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما عليك طول الأبد بالآل والصحب وكف وبدي من زائه اليوم إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني. يا غير مرسل لغير أمة صلى عليك من كفاك القمة رب كريم نافع قد جلى وخدك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق عددي بالآل والصحب وساد مددي. يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بخفك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بلا انسرام من بك جملة الذنوب قفرا وكلما علي عني كفرا. يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك بالآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرمني ارتغاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال. يا سيدي يا بخيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي
صلى عليك منعم قد أنعما بك علينا وأدام النعما وكلما اشتقت إليه قادا لك بلا مسقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا وأخرى بكذا سلام من الحزاب ومن الملام وطيب السمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أصير بشر علم وعرب وضمني إلى السحاب الأمنا وقاد لي بلا حزاب المنى وحتى ذنبي وعيوبي يمحا وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذا النظم شفاء لي وللأمة حيث كشفا وكف عني جملة الرسايا بي وساق لي به المسايا فإنه جل على ذاك قدير وبإجابة الدعاء داع جدير خاطبته بالشكر والثناء إذ بك عني غد نفى عنائي يا من سؤال خيره عندي دلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بسلام بالآل والصحب المزحزح الزلام وكن لي الدهر وكن معي وكن لسائقا فوق مرامي بكن وكن لي الدهر وكن معي وكن لسائقا فوق مرامي بكن واجعل بجاحي حياتي سافيا لك بي مع الأجور الضافية واجعل بجاهه حياتي سافيا لك بي مع الأجور الدافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.